في اثيوبيا امبارح تم قتله. هو من قبيلة الأورومو اللي منها أبي أحمد بالمناسبة، يعني القبيلة دي منها أبي أحمد. هذا الرجل اللي هو شاب أو اللي ماسك المايك بيغني ده اسمه هشالو أو هكالو، ده تم اغتياله أمس امبارح. ودلوقتي الشباب عامل ثورة في كل أنحاء إثيوبيا تعاطفا وغضبا لمقتل هذا الشاب المطرب اللي بيسموه أيقونة الشباب في إثيوبيا. بالأمس أيضا تم قطع الإنترنت عن عموم إثيوبيا وكل وسائل الاتصال والتليفونات وكله بالأمس. وخرج أبي أحمد امبارح وطالب بضبط النفس للناس خاصة قبيلته، وبلغ الشرطة وكلف الشرطة أنها تسرع في القبض على من قام باغتيال المطرب هكالو أو هشالو، ومنعوا حظر التجوال في بعض المناطق، وتم القبض على مجموعة من المشتبه فيهم داخل أديس أبابا. إيه اللي بيحصل؟ إيه الوضع؟ خلص؟ لا، لسه فيه تداعيات حصلت امبارح فيه وشغال النهارده بنفس الكلام. النهارده فيه واحد من القادة السياسيين اسمه جوهر محمد. ده احد السياسيين من قبيلة برضه الأورومو اللي منها أبي أحمد اللي منها هكالو. ده جوهر الشاب الصغير اللي حضراتكم شايفينه ده، OMN اختصار لشبكة أورومو الميديا معرفش نتورك، أورومو ميديا نتورك. وده الشاب الصغير ده اسمه ايه؟ جوهر محمد. تم القبض على جوهر بالامس، تم القبض على جوهر محمد. ودي انباء بتتردد داخل اثيوبيا ولسه من ساعات قبل ما اطلع هوا يعني. وطبعا احنا مش عارفين نتواصل لانه كل حاجه مقطوعه هناك. بيكلي جيرا وميرا جودينا كل دول تم القبض عليهم، قيادات مجموعه كبيره جدا من الأورومو تم القبض عليهم. الغريب انه ابي احمد نفسه من الأورومو لكنه ما عندهمش نفوذ، النفوذ كله في التجري فوق. ولما حصل مشكله في اثيوبيا خلال السنوات الماضيه اتفقوا ان هم يجيبوا رئيس الوزراء عشان الامور تهدى من الأورومو، لكن بلا نفوذ قوي. وطبعا رايحين انتخابات. هو ابي احمد حاول يدوب العرقيات وقال ان احنا نعمل حزب اسمه حزب الرخاء، لكن حزب الرخاء مبني على اسس ما بين ماركسيه مغرقه في تدخل الدوله وما بين راسماليه. بيحاول ابي احمد ان هو يمزج ما بين الراسماليه والاشتراكيه او الماركسيه في مجتمع ممزق من الناحيه. ده ابي احمد اهو. وادي جوهر محمد اللي تم القبض عليه النهارده. انباء يعني شبه مؤكده بتقول ان تم القبض عليه. انا بقول يعني وانا مهتم امبارح، يعني اللي خلاني نشوف الموضوع، شفنا ردود الافعال. كنا نبحث عن ردود الافعال داخل اثيوبيا على ما جرى في المجلس الامن. فاحنا بنتابع الحق ده فيه عنف، الحق في اعمال عنف هي موجوده في قلب اديس ابابا في قلب اثيوبيا. وانا بتابع لقينا هذا الكلام، فتوقفنا عنده انه اعمال عنف وقتل احد المطربين من اشهر المطربين داخل اثيوبيا، والقبض على الناشط السياسي اللي هو رفيق ابي احمد اللي هو جوهر محمد، كان وانفصلوا عن بعض. ده الوضع داخل اثيوبيا. انا بقول كل ما يجري في اثيوبيا من اعمال عنف وشغب وقتل وتصفيه قولا واحدا ليس في مصلحه الاثيوبيين وليس في مصلحه اشقاء اثيوبيا في مصر وفي السودان. بقول تاني، اطالب الشعب الاثيوبي بضبط النفس والتغلب، وادعو للشعب الاثيوبي بان هو يتغلب على هذه الاعمال العنف، لانه الدوله فيها عرقيات وفيها تنافس وفيها تناحر وغيره. وابي احمد بيحاول يلم، واحنا بنقول له عايزين نساعدك، وعايز يعمل تنميه واحنا عايزين نساعدك. احنا بننشر السلام، احنا لا نطرب ولا تطرب
قلوبنا لأي دماء أو أي عنف. فأنا بدعو بالسلامة وادعو لهم ان هم يعني يتغلبوا على هذه الأزمات وينتصروا للحق وينتصروا للعدل وينتصروا للمساواة. وبقول تاني انه الإرادة السياسية داخل اثيوبيا بعافية، محتاجة شوية عشان نخلص من الأزمة الكبيرة بتاعت سد النهضة. وهم متخيلين ده في اثيوبيا، ده بيحصل في اثيوبيا. هو انا لما يحصل ده في اثيوبيا هبقى مبسوط؟ اكيد لا. رغم حالة العناد ورغم الا انه احنا بننشد الخير لكل الشعوب. احنا دعاة سلام، احنا دعاة سلام، احنا دعاة بناء، احنا دعاة تنمية. الكلام اللي قاله رئيسي عندهم في برلمانهم كلامي، هذا الكلام انا يمثلني كل هذا الكلام. احنا مع بناء الانسان الافريقي والاثيوبي والمصري، احنا مش مع العنف، دعاة تنمية. الكلام اللي قاله رئيسي عندهم في برلمانهم كلامي، هذا الكلام انا يمثلني